الفيفا يوقع عقوبة جديدة على الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات، والزمالك يحقق رقم جديد في تاريخه ويصل للإيقاف القيد الخامس من الفيفا في أقل من شهر، وهذه المرة بسبب جروس المدرب السابق للفريق. وبنسبة كبيرة سيتم إيقاف القيد للزمالك الفترة القادمة بسبب مستحقات زيزو وميشيلاك. بمشاركة علي معلول، الصفاقسي التونسي يتفوق على النجم الساحلي في الدوري التونسي بهدف نظيف. الأهلي يبدأ استعداداته غدا لمباراة الجيش الملكي، ومصطفى شوبير حارس الأهلي أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. المباراه الجمعه القادمه. بن شرقي وتريزيجيه ثنائي الاهلي، واحمد عاطف قطه وكريم حافظ ثنائي بيراميدز في التشكيل المثالي للجوله الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ويسترب مدرب الاهلي يقود الفريق الافضل بهذه الجوله بعد النجاح في قياده الاحمر لتحقيق فوز كبير على شبيبه القبائل برباعيه بنسبه كبيره. عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي قفشه اول الناس اللي قربت تمشي من النادي الاهلي في يناير القادم. بيراميدز يضع احمد عبد القادر ضمن اهدافه حال عدم تجديده مع النادي الاهلي، ويحاول التوصل لاتفاق مع اللاعب. الاهلي يستقر على استبعاد الشناوي واحمد عبد القادر ومحمد شكري من بعثه الفريق المسافره للمغرب لخوض مواجهه الجيش الملكي للاصابه للاستفاده من خبراته الفنيه. ترشيح شوقي غريب للانضمام للجنه الفنيه لاتحاد الكره. رسميا قنوات بين سبورتس والكاس وابو ظبي ودبي تعلن نقل بطوله كاس العرب عبر القنوات المفتوحه. مصطفى العش يتعرض لارتجاج بسيط في المخ في تدريبات الاهلي، والجهاز الطبي يضع اللاعب تحت الملاحظه في احد المستشفيات لمده 24 ساعه للاطمئنان على حالته. أصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري بيانا رسميا يعترض خلاله على عدد التذاكر الذي حصل عليها جماهير النادي الأهلي الذي حضرت مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف مقابل لا شيء، وإلغاء هدف صحيح للجيش الملكي بسبب عدم وجود تقنية الفار. مدرب الجيش الملكي الفوز على الأهلي سيكون أفضل رد على الظلم الذي تعرضنا له. حسام حسن مدرب المنتخب ينتظر تقديم ياسر إبراهيم مستوى أفضل مع الأهلي في مباراة الجيش الملكي المغربي حتى لا يضطر لاستبعاده من قائمة المنتخب النهائية في كأس الأمم الأفريقية. من المقرر أن يجري ثلاثي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد الشناوي فحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهم من مواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال. القادسية السعودي يطلب التعاقد مع أليو ديانج في انتقالات يناير المقبلة، واتجاه داخل الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب حال فشل التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده. يسعى مسؤولي النادي الأهلي إلى حسم ملف المهاجم الجديد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على رغبة المدير الفني للفريق يستروب. منتخب مصر ينفي إعلان أي قائمة مبدئية لكأس الأمم الإفريقية حتى الآن. فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يرفض عرض التجديد ب 20 مليون يورو ويطلب 30 مليون يورو، وهو راتب تاريخي لم يحصل عليه سوى كريستيانو رونالدو. ويبلغ بيريز رئيس النادي بأنه لن يجدد عقده مع ريال مدريد طالما علاقته مع تشافي ألونسو مدرب الفريق متوترة. خليل البلوشي يعتذر لجماهير الأهلي بعد تصريحاته عن جراديشار في المباراة الماضية. هل سيعود وسام أبو علي للأهلي؟ الإدارة غاضبة من طريقة رحيله ونتحرك نحو صفقات أجنبية جديدة. رسميا منع ظهور رضا عبعال شهرين من الإعلام وتغريم قناة تن مبلغ 50,000 جنيه عن مخالفات برنامج البريمو بعد شكوى الأهلي. نقيب الإعلاميين يستمع لمدحت شلبي بسبب تصريحاته ضد الخطيب. الأهلي يكثف محاولاته لتدعيم الجبهة اليسرى وفتح مفاوضات مع غزل المحلة لضم يحيى زكريا، فيما اشترط النادي الحصول على أكثر من 50 مليون جنيه للتفريط في اللاعب. وأكد حلمي طولان مدرب المنتخب الثاني أن يحيى زكريا سيكون مستقبل مصر في الجبهة اليسرى. محمد الشناوي يرفع قضية على محامي يحاول كسب الشهرة والزج باسمه في قضية رمضان صبحي. وكيل اللاعب للقاهرة 24 لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي لضم السوري بابلو، واللاعب مرتبط بعقد مع نادي سوني الكوري. إذا كان اهتمام من الأهلي لضمه سنكون مستعدين للتفاوض. بابلو سيكون متحمسا وسعيدا بتمثيل أكبر نادي في القارة الإفريقية. رسميا إدارة ليفربول تجدد ثقتها في أرن سلوت والمدرب مستمر مع الفريق. أشرف بن شرقي ينفي وجود أي خلاف بينه وبين تريزيجيه، وما نشر في بعض المواقع في الساعات القليلة الماضية كلام لا أساس له من الصحة، ويؤكد أن علاقتهم على ما يرام ولا صحة لكل ما يتم نشره في الفترة الأخيرة. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.